السلام عليكم، مساء الفل ومساء الهنا ومساء السعادة عليكم كلكم يا أجمل أمهات في الدنيا وأجمل بنات في الدنيا. اللي بيشوفني لأول مرة أنا حسناء صادق، شرف ليا متابعتكم وشرف ليا الاشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عدى النهاردة ال15 في رمضان، عدى 15 يوم من رمضان. يا ترى وزنك عمل إيه في ال15 يوم دول؟ هتسيبي نفسك تتخني؟ هتسيبي نفسك تبقي قد كده وترجعي تندمي وترجعي تزعلي؟ هتسيبي نفسك كل يشوف يكوكو يقول لك انت تخنتي كده ليه؟ انت عملتي كده ليه؟ يا نهار ابيض، ده انت شكلك اكبر من سنك ب10 سنين. يا بنتي انت عجزتي كده ليه؟ يا بنتي انت كبرتي كده ليه؟ هتسيبي نفسك لما ركبك توجعك؟ هتسيبي نفسك لما ظهرك يوجعك؟ هتسيبي نفسك لما سنك يبقى اكبر من سنك بعشرات السنوات؟ ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. الاكل حلو، والاكل متعه من المتعه، والاكل بيبقى طعمه حلو في رمضان، وبنبقى صايمين وعايزين ناكل الدنيا كلها اول ما الاذان يأذن. لكن حطي في دماغك وزنك، حطي في دماغك رشاقتك، حطي في دماغك لياقتك ورشاقتك كده. واللبس لما يبقى جميل عليكي، يعني لما تبقي في البيت ولابسه لبس كده، لما تبقي تخينه غير لما تبقي رفيعه، او مش وزنها قوي، يعني وزنك متناسق وكويس. طيب نعمل ايه علشان ناكل في رمضان ونمتع نفسنا وفي نفس الوقت ما نزيدش زياده جامده؟ هقول لكم على اللي انا بعمله واعمليه واتبعي الخطوات دي، وان شاء الله باذن الله هتاكلي اللي انت عايزاه وتطلعي كده من رمضان اموره وجميله ومحافظه على وزنك، او نازله في وزنك كمان لو انت حابه تنزلي. قبل ما ابدا كده لايك للفيديو، لايك عشان عايزين قناتنا دي تكبر كده، ونفضل مع بعض على طول نصايح بقى ومنوعات وحاجات جميله ان شاء الله مع بعض العمر كله باذن الله. فدوسوا لايك يا جماعه، اللايك ده بيفرق قوي قوي قوي. ما تستهونيش وتقولي يعني هي جت على اللايك بتاعي، لا، بتيجي فعلا دوسه اللايك دي بتخلي الفيديو حد تاني يشوفه غيرك. تمام؟ فلايك بقى كده واسمعيني حلو جدا. بصي بقى، انت هتعملي ايه؟ انت ما تسيبيش وانت قاعده على الاكل كده، سواء بتاكلي على سفره، سواء بتاكلي على الطبليه، سواء بتاكلي وتفرشوا على الارض وتاكلوا اي طريقه انت بتاكلي بيها. هتعملي ايه؟ هيبقى ليكي طبقك المخصص ليكي، طبقك مخصص ليكي. هتجيبي طبق مسطح كده واسع، مش غويط، يعني مسطح وواسع. وهتعملي ايه؟ هتقسميه نص وربعين، نص وربعين. نص هيبقى سلطه، تمام؟ نص الطبق مليان سلطه. طب الربعين التانيين هيبقى البروتين بالخضار لو انت عامله اي نوع خضار، والنص الربع التاني هيبقى النشويات، مكرونه او رز. هتبداي تاكلي منين بقى؟ من اول النص. هتاكلي من بدايه السلطه، تبداي تاكلي في السلطه الاول، بعد كده تدخلي في البروتين مع الخضار اللي انت عاملاه اي نوع خضار، وبعد كده تدخلي في النشويات. اخر حاجه تاكليها هي النشويات. على بال ما توصلي للنشويات انت اصلا هتحسي ان انت بدات تشبعي اساسا. فهنعمل كده. في ناس بتبدا تديها رز، تديها مكرونه اول ما تقعد، فطبعا انت جعانه فهتاكلي كميه رز ومكرونه كتير، وهتلاقي السلطه اتركنت والخضار اتركن، وهتاكلي البروتين مع الرز ممكن. فطريقه اكلك غلط. ابداي دايما بالسلطه. طبعا في الصيام بنبدا بشوربه دايما، وبعدين اعملي طبقك متقسم كده. من النهارده ان شاء الله تبداي تعملي اللي بقول لك عليه ده. حاجه مهمه تانية قوي 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 محدش بيعملها، ومعلومه هقول لك عليها كنز، فعلا كنز. اي انسان في الدنيا بيشبع ده حاجه علميه، بعد 20 دقيقه من الاكل. يعني انت استحاله تقدري تقعدي اكتر من 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه بتحسي انك وصلت للشبع خالص. فاحنا نتذكى بقى على مخنا. نتذكى على مخنا ازاي؟ نطول في الاكل، نطول. في ناس ممكن في 5 دقايق يلا 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 يلا. الاكل اللي بسرعه ده صعب جدا جدا. لكن انت لو قعدتي 20 دقيقه تاكلي، انت هتوصلي لمرحله الشبع حتى لو ما اكلتيش خالص. قاعده 20 دقيقه قدام الاكل. فهنعمل ايه؟ هناكل ببطء جامد، هنمضغ الاكل براحتنا. تستطعمي اللقمه اللي في بقك او الحاجه اللي انت حطيتيها في بقك، تمضغيها وتستطعميها، تستطعميها وهي نازله كده، وتحسي ان هي نازله كده على معدتك كده وطعمها جميل، وتستطعمي في الاكل وبالراحه. وامضغ بالراحه، مش اكل سريع سريع سريع، لا، بهدوء وواحده واحده. في طريقه تانية حلوه قوي قوي ان انت تاكلي برضو بالراحه، هي الاكل بالشوكه والسكينه. يعني لو انت بقى عايزه كده يبقى انت تاكلي الرز حتى بالشوكه مش بالمعلقه، تاكليه بالشوكه. معاكي قطعه فراخ او قطعه لحمه، هتقطعي بالشوكه وبالسكينه. هي مش الغرض ان انا اكل بشوكه وسكينه واتيكيت والكلام ده، لا طبعا. هو الغرض ان انا ابطأ في اكلي،
احاول ان انا ابقى ايه بطيئه كده شويه في اكلي، ما بقاش سريعه وباكل بسرعه فاكل كميات كتيره جدا. فحاولي تستخدمي كده الشوكه والسكينه. اولادك بقى يقعدوا يتريقوا عليكي شويه، جوزك يتريق عليكي شويه، استحملي. انا عارفه انا الحاجات دي. ايه ده يا ماما، في إيه؟ انت تاكلي لنا بالشوكه والسكينه؟ ايه يا ماما ده انت يعني خلاص، في ايه يا ماما؟ فانت فاهميهم، قول لهم انا بعمل كذا علشان كذا وعلشان ما اكلش كتير. ايه تاني بقى؟ ما تشربيش ميه غير بعد الاكل بنص ساعه، لان لما بتشربي ميه على الاكل او بعد الاكل مباشره، الميه دي بتوسع المعده وبتحسسك بالجوع، بتحسسك انك عايزه تاكلي تاني وتاني وتاني. فحاولي تمنعي نفسك عن الميه، ما تشربهاش غير بعد نص ساعه من الفطار. ايه تاني؟ اسيب تلت في معدتي للنفس، ما اقعدش على الاكل اكل 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 وما اسيبش جزء للنفس. ده الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي وصانا بكده كمان، قال لك سيب جزء للنفس. فدايما وانت قاعده بتاكلي تسيبي جزء للنفس بتاعك كده، للنفس. وطبعا الحلويات، انا عايزه اعمل لكم فيديو كامل للحلويات، ازاي ناكل حلويات برضو وما نحرمش نفسنا وفي نفس الوقت نبقى ايه محافظين على وزننا. اول حاجه ان الحلويات حاولي اعمليها دايما في البيت. يعني قللي قوي، لو انت من النوع اللي بيشتري حلويات من بره قللي خالص موضوع الشراء الحلويات من بره، حتى لو بلح الشام على قد ما تقدري، لان احنا ما احناش عارفين الماده الدهنيه اللي هم بيعملوا بيها الزيت ايه. احنا بنعمل في البيت عارفين احنا بنحط ايه. وكمان السكر انت بتحاولي تتحكمي فيه في البيت. وكمان ما تاكليش غير مثلا تلت ايديكي، يعني انت لو عامله كنافه او بسبوسه او حاجه تلت الايد، القطعه اللي تاكليها تبقى تلت الايد. يعني تقسمي ايديكي 3 كده، هي التلت بس، واحد تلت واحد بس، قطعه الكنافه او قطعه البسبوسه اللي انت هتاكليها. حاولي تقللي قوي 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 من الحلويات على قد ما تقدري. والسكر اللي بتحطيه في الشاي او في اي مشروبات قلليه بالتدريج بالتدريج. يعني انت لو بتشربي في الشاي معلقتين او معلقتين ونص سكر، حاولي تقللي كل يومين 3 تقللي نص معلقه. والله هتتعودي وهتحسي ان انت ازاي كنت بتشربي كده، ازاي كنت بتشربي الشاي بالسكر ده كله، لان السكر ده مضر قوي 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 وهو السبب في زياده وزننا كله. لو قدرتي تعملي الحلويات بالعسل يبقى حلو جدا، بالعسل الابيض، وتستغنى عن السكر خالص. ده لو متوفر عندك العسل، مش متوفر اعملي عادي عشان الولاد، بس انت تتحكمي في نفسك في اكل قطعه صغيره. ويا ريت يبقوا مرتين 2 بس في الاسبوع، مرتين 2 بس في الاسبوع. فانت اعملي الحلويات كفايه او مرتين في الاسبوع، وانت برضو تاكلي مرتين في الاسبوع. او لو بتحبي كل يوم، ساعات احنا نفسنا كطاقه انت بتبقى عايزه حاجه مسكره، يعني حاولي تاكلي بس هي التلت دي هيكفيك قوي. وعوضي بقى بالفاكهه، الفاكهه هي تديك الطاقه وهتديك الحيويه وهتديك النشاط وهتديكي كل حاجه كويسه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله باذن الله استنوا الفيديو القادم، هتكلم لكم عن مواضيع مهمه جدا جدا جدا. وان شاء الله اشوفكم، وما تنسوش اللايك. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي كومنت كده جميل يفتح نفسي على الشغل، يفتح نفسي ان انا اعمل لكم فيديوهات دايما. السلام عليكم.